اخواني السلام عليكم. اخواني بعد ما غسلنا لحاء هاي الشجره، لاحظ الفرق بين هذا الابيض وهذا الاسود. اكو تقليم سابق قبل تقريبا 10 سنين اكثر اقل بهالحدود، بس هذا التقليم مو صحيح. لاحظ اخواني الخياس اللي وين واصل، اني كان المفروض اقص منه، ولكن من اقص منه راح يتاذى الجذع الاساسي، فقصيت الحد اللي هنا. خياس من واصل اللي هنا، ايش راح يصير بالشجره؟ اكيد راح تتاثر. بالايام التجي راح استخدم ادوات ثانيه نفس هاي اللي يحفرون بها الخشب، بحيث اني احفر بالمكان الخايس فقط بعد ما قصيت هذا المقطع. هسه راح ادهنها بسترات الكالسيوم، وراح نشتغل على الباقيات، وراح نشوفكم النتيجة فيما بعد. انت تتقلم لازم القلم اللي طالع وتقصه لا تبقي بهاي الزائدة. هذا واحد ثاني. انا هذا الخياس من يوصل اللي هنا الفوق راح يصير بيه خلل. انت تشوف اكو نمو، تشوف اكو انتاج، ولكن مو مثل ما تريد. اخواني هاي الزوائد ماكو من نقلم الاغصان والاقلام، لازم ما يبقى على الجذع الاساسي. هذا كلهن يوقفن نمو الشجرة، يخربطن انتاجها، وتشوفون اكو خضار ولكن ماكو انتاج او ماكو نموات خضرة جديدة، تشوفون اكو هيكل كبير بس ماكو نمو جديد. وما ننسى بعد ما نشتغل ندهن المكان اللي اشتغلنا، اما بشمع نباتي او بوردو او بسترات الكالسيوم. ولا تنسوا تخلون لايك ومتابعة حتى الفيديو الحساب ينتشرن وتعم الفائدة على الجميع. تحياتي لكم جميعا، اخوكم علي شيباني.